أنا مش هقولك دي فطيرة، دي سحابة مالحة محشية بطراوة وريحة تخلي الجيران يدقوا الباب. والعجينة قطنية لدرجة إنك هتفتكريها معمولة في مخبز 5 نجوم. جبت بولة كبيرة وبدأت بالعجينة السحرية: 3 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة سكر، نص معلقة ملح، معلقة كبيرة خميرة، بيضة كاملة وصفار بيضة، وكوب إلا ربع حليب سائل. قلبت كله وعجنت 5 دقايق، وبعدها ضفت 60 جرام زبدة طرية على مراحل، وفضلت أعجن 10 دقايق لحد ما العجينة بقت مطاطية وناعمة بشكل خرافي. غطيتها وسبتها تخمر نص ساعة، وبعد كده بدأت الشغل الصح. فردت العجينة على سطح مرشوش دقيق، وقطعت الجوانب شرايط بالطول على الجنبين باستخدام سكينة أو قاطع. وبعد كده في النص حطيت طبقات من اللانشون والجبنة، ورشيت عليهم الزعتر. وبعد ما خلصت الحشوة بدأت أقفل الفطيرة بالشرايط من الجانبين، شريط من اليمين وشريط من الشمال، واحدة فوق التانية كأنها ضفاير، لحد ما شكلها بقى زي الضفيرة أو السنبلة. شكل شيك يخلي أي حد يسأل إزاي اتعمل. دهنت الوش ببراد بيضة وشوية لبن، ودخلتها فرن سخن على 180. شغلت من تحت بس، ولما استوت حمرت الوش تحت الشواية. وطلعنا بالفطيرة اللي طراوتها تخطف وطعمها خيالي. جربوها وقولولي حشيتوها بإيه، وما تنسوش اللايك والشير لو عجبتكم.